اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. افضل صلاة على سيدنا الحبيب. صلوا معايا على النبي الحبيب ان شاء الله. كثرة الصلاة على النبي الحبيب والله يا جماعة حلوة قوي 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 قوي، فضلها كبير قوي قوي كمان. تمام، فصلوا معايا كده على النبي الحبيب عليه افضل الصلاة وافضل السلام يا رب. النهارده ان شاء الله كده للفراخ ديت اليوم من 36 ل 37، مش بالظبط، مش عارفه قوي بالظبط بصراحه. تمام، بس انا كنت جايباهم يوم 7 في الشهر. تمام، والفراخ التانية العمر التاني كنت جايباهم يوم 10 في الشهر، الفرق بينهم 3 4 ايام. تمام، الاوزان بقت بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. متوسط الوزن 2 كيلو ونص للفراخ اللي هي العمر ال 36 دولت، 2 كيلو ونص، وفي فراخ زايده عن 2 كيلو ونص، وهوريكم دلوقتي كمان على الميزانه. والفراخ دول اللي تحت دولت اللي هم الفراخ الكبيره، ونقلت يعني وزعتهم بقى لما فضيت، بعت اللي فوق. فوزعتهم، حطيت فوق وحطيت تحت. تمام، انا طبعا بعت الفراخ بقى اللي انا كنت جايباها للبيع، بعتها الحمد لله. انا هقول لكم برضو انا بعتها على كام. بعتها على 95 جنيه. طبعا هي كانت بتتباع بره في المحلات ب 99 وب 100 جنيه، انا بعتها على 95 جنيه. ربنا ان شاء الله يرزقنا منها رزق حلال طيب باذن الله. وزي ما قلت لكم ان شاء الله لما اجمع اللي عليه او فلوسي كلها والحاجه اللي انا صرفتها، هقول لكم انا كسبت فيهم قد ايه بالظبط. بس بالويم كده ان شاء الله انا في معدل 1500. 1500 في كام فرخه يا ام مريم؟ 1500 في 28 فرخه، عشان مات اتنين فتبقى 28 فرخه. وكانت في منهم كمان في ال 28 فرخه كانت فرخه مش راضيه تزيد يعني هي كيلو ونص. يعني وانا ببيع كانت وصلت لكيلو ونص، فانا قلت انا هسيبها لوحدها. رحت بيعاها على كيلو ونص، كانت واحده عايزه وزن صغير فرحت مديها لها. تمام، يعني يعتبروا 27 فرخه. طلع لي فيهم قد ايه؟ طلع لي فيهم يعني بالويم كده، انا لسه ما حسبتش قوي، بس ان شاء الله باذن الله 1500 للزياده كمان. تمام، قابلين للزياده كمان. تمام، فعشان انا بقول لكم كده مشروع الفراخ البيضاء يا جماعه والله حلو قوي، بالذات كمان موسم رمضان، دوره رمضان اللي هي اول رمضان واخر رمضان بتبقى حلوه قوي قوي يعني. بس الحمد لله احنا ما جبناش بقى لاخر رمضان، واكتفيت بالدوره اللي اول رمضان دي. تمام، زي ما قلت لكم المكسب حلو. يعني اللي عايزه تجيب تشجع وتجيب، بس ان شاء الله بقى بعد العيد عشان هي كده كده مش هتطلع على اخر رمضان. كنت عايزه اقول لكم ايه كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انا اكلت الفراخ اللي انا هذبحهم النهارده ان شاء الله باذن الله بقى، عشان ما عادش عليقه. والله العلف خلص. بصوا يا جماعه معلش انا البهدله بقى الدنيا، هنظبط الدنيا دي كلها ساعه ما نذبح ونخلص. العليقه كده بصوا، اشكال العليقه خلاص كلها خلصت، ما عادش. دول اخر 5 فرخات برضو من اللي انا هبيعهم، برضو هذبحهم دلوقتي للناس بتوعهم. تمام، اكلت بقى الفراخ معانا ايه. انا اوريكم انا اكلتها ايه. عفوا يا جماعه، اهو ديت بواقي كنت عامله كشري، اهو رز ومكرونه، وفي كمان بطاطسيه اهيت. ما انا مش هجيب بقى علف وانا هذبحهم، انا كده كده هذبحهم دلوقتي. يعني حتى لو هم ممكن يتعبوا بعد الشر يتعبوا مني، يعني مش هينهضوا يتعبوا، لان انا هذبحهم ان شاء الله باذن الله النهارده. ربنا يعيني كده يا رب، ادعوا لي كده ان انا ربنا يقدرني عليهم، عشان هم ما شاء الله يعني يجيلهم 17 18 فرخه، فربنا يعيني عليهم ان شاء الله كده. ادعوا لي كده في تحت التعليق ان شاء الله، تعليقات. اكلتهم بقى البواقي الاكل ديت عشان ما اجيبش علف. تمام، عايزه كمان اقول لكم بقى على حاجه كمان كده حصلت لي يا جماعه والله. يلا بس الحمد لله. كنت ما كنت ببيع في الفراخ علقت على الميه عشان انها تسخن، عشان انا ببيع فراخ واخلصها وانزل اعمل فراخ تانية. تمام، فعلقت على الميه ووطيت لها، مش وطيت لها قوي يعني، نار وسط كده. وطلعت خلصت الفراخ وكنت هذبح فراخ تانية، فقلت لا كفايه، والصبح ان شاء الله عشان ابقى قادره لهم نذبح الباقي. تمام، خلصت حاجتي ونزلت، الميه لسه على النار. انا خدت بعض ونزلت ودخلت شقتي وخلاص وسحرنا ونمنا. ده كان الكلام ده امتى؟ معلقه على الميه دي امتى؟ معلقه على الميه ديت بعد التراويح، قبل التراويح، قبل التراويح. تمام، قبل صلاة العشاء يعني. تمام، عايزة اقول لكم ان انا وانا واقفة بصلي الفجر، وانا واقفة بصلي الفجر صليت اول ركعتين. اول ركعتين وانا واقفة جه في دماغي ان انا هطلع اذبح فراخ دلوقتي بعد ما اصلي الفجر. راح بقى اللي ما اعرفش مين اللي قال لي بقى مش عايزه اظلم حد عشان ما فيش شياطين في شهر رمضان يعني. اللهم صل على النبي.
افتكرت ان انا معلقه على ميه للفراخ من امبارح. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. كل اللي هاممني ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، ان ربنا سترها معايا الحمد لله. وطلعت لقيت الحله ما نشفتش من الميه. ما كنتش حاطه فيها ميه كتير عشان تبقوا عارفين عليا، انما ما كنت حاطه فيها ميه كتير. إيه، ولقيتها فضل فيها شويه ميه والحله مقفوله تمام. الا شميت ريحه حاجه بتنحرق ولا اي حاجه، والنار لسه قايده عليها تمام. قلت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ان يا رب سترتها معايا وما حصلش اي حاجه لا قدر الله يعني. الحمد لله يا جماعه والله العظيم. وعلى فكره دي مش اول مره تحصل لي، يعني انا حصلت لي الحكايه دي برضو مره قبل كده. بس انا مش عارفه ايه سبب النسيان الفظيع دي. انسى البوتاجاز قايد. شفتوا بقى من صلاه العشاء، من قبل صلاه العشاء لحد تاني يوم الفجر. كتير والله يا جماعة، يعني أكتر، يعني لو عدينا الساعات هنلاقيهم أكتر من 12 ساعة. الله المستعان. ادعوا لنا كده ربنا يسترها معانا دنيا وآخرة يا رب. إيه، يا رب كمان اللي أنا قلته يكون فيه فايدة للناس ولا حاجة. إيه، ويا ريت تدعوا لي دعوة حلوة كده. اتمنى الفيديو يعجبكم، واللي وصل معايا كده في الفيديو كده لحد كده يا ولاد يعمل لي لايك كده، واللي لسه اول مره يدخل القناه بتاعتي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل له مني كل فيديو بعمله جديد ينزل له بامر الله. طبعا لو عجبكم محتوى الفيديوهات بتاعتي ما تنسوش تكتبوا لي كمان في التعليقات. دي حاجه بتبسطني وبتفرحني يا جماعه، وبتحسسني ان انا ايه، بعمل حاجه كويسه وبعمل حاجه صح بتفيد الناس. يا ريت ما تنسونيش بالله عليكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم عشان ايه ما نتقلش عليكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.